خد تعالى يا كابتن، الفيديو ده ليك، سواء انت مبتدئ سواء انت قديم، فالفيديو ده ليك. كمل الفيديو للاخر عشان اقول لك حاجه مهمه جدا. سواء انت كابتن لسه مبتدئ في اوبر، او كابتن بقالك 3 4 سنين، او بقالك 5 سنين، او من 2017 من وقت انشاء اوبر، فاكيد انت دلوقتي انت كابتن فاهم، واكيد انت كابتن عارف، واكيد انت كابتن فهمت اوبر ونظام اوبر، وفهمت انهي وقت بيبقى فيه شغل وانهي وقت ما فيهوش شغل، وانهي اماكن بيبقى فيها ريت وانهي اماكن ما فيهاش ريت. انا واحد من الناس اول ما بدات الشغلانه ديت اتغفلت كتير قوي، لان انا اشتغلت ما كنتش فاهم، ما كنتش بلاقي حد يوعيني. فاحنا هنا يا اخواتي عشان نوعي الناس الجديده، وممكن الناس القديمه اللي برضو خلفيتها مش قوي، مع كل الاحترام والتقدير لاي كابتن على وجه الارض، كلكم فوق دماغي وكلكم اخواتي وانا اخوكم الصغير. فلازم تفهم انت نازل تشتغل هتعمل ايه. انا واحد اول ما بدات البرنامج ده انا كنت بتسوح، كلنا كنا بنتسوح، لان طبعا في الاول خالص ما كانش بيظهر لك وجهه العميل راح فين. انا لفيت مصر كلها حرفيا، اقسم بالله انا دخلت اماكن عفوا عمري ما دخلتها في حياتي، اماكن عمري ما رحتها في حياتي. دلوقتي النظام بقى اتغير خالص، فعشان النظام اتغير خالص انت لازم تشتغل صح. لو انت كابتن مبتدئ بقالك لسه ما كملتش 3 4 شهور في الشغلانه، اوعى تخش منطقه شعبيه، اوعى، الا بقى لو انت من المنطقه الشعبيه دي وعارفها. لكن لو انت مش من منطقه شعبيه، اوعى تخشها، هتندم ندم عمرك، هتندم. ما تاخدش رحلات المطار، اوعى تاخد رحلات المطار الا بقى لو انت مش فارق معاك ال 100 جنيه اللي انت هتدفعها جوه، بلس لو اتمسكت جوه من السيرفيز، لو اتمسكت واتاخدت رخصك دي قصه. لكن ال 100 جنيه سهله، كله بيخش بيدفع ال 100 جنيه. لو انت مش فارق معاك ال 100 جنيه ادخل، بس نصيحه مني يا كابتن، اوعى تدخل المطار.